بشرى عن رفض شيخ الأزهر المساواة المطلقة، طب وبديل ضياع الذمم إيه؟ علقت الفنانة بشرى على تصريح شيخ الأزهر أحمد الطيب بشأن رفض الدعوات التي تنادي بالمساواة المطلقة بين الرجال والنساء في الميراث، معبرة عن استيائها من ذلك. وكتبت بشرى عبر حسابها على منصة انستجرام معلقة على قرار شيخ الأزهر برفض دعوات المساواة، طب وبديل ضياع الذمم إيه؟ يا مولانا ستات وأرامل أكتر في الشارع، وتابعت جشع الأخ والعم والجد الذين لا يطبقون شرع ربنا إيه العمل فيه، والفلسفة وراء التوزيع أصلا لا تطبق بحق ربنا. وقبل يومين أكد الدكتور أحمد الطيب أن مواقف وقرارات هيئة كبار العلماء فيما يخص حقوق المرأة تنطبق أو تنطلق من مبدأ المساواة الكاملة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات على أساس الكفاءة والقدرة على الأداء دون أي اعتبار للفروق بين الجنسين، مع الالتزام التام بضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها الثابتة. وبين شيخ الأزهر أن هذه المواقف تحافظ على الحقوق الشرعية المقررة للمرأة، وفي مقدمتها حقوقها في الميراث كما وردت بنصوص قطعية لا تقبل الجدل أو التأويل، مشددا في الوقت ذاته على رفض الدعوات التي تنادي بالمساواة المطلقة إذا ما تعارضت مع أحكام الشريعة الإسلامية. أشار الدكتور أحمد الطيب إلى أن الولي لا يملك شرعا منع المرأة من الزواج بمن تختاره وترضاه إذا كان كفءا لها، وفي حال تعسف الولي يحق للقضاء أن يتدخل ويتولى عقد الزواج بناء على رغبتها. كما أوضح أن الشريعة لا تمنع المرأة من تقلد الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتها وقدراتها، بما في ذلك المناصب العليا في الدولة، فضلا عن جواز سفرها دون محرم متى توفرت شروط الأمان والسلامة.